السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من كورس كين اكس سيستم اند ايتمز سيلكشن. في الفيديو اللي فات لو تتذكر الفيديو رقم 15 احنا كنا بنتكلم على مشروع شقة سكنية صغيرة. سلسلة الفيديوهات دي متتابعة. يعني ايه متتابعة؟ يعني انت ما ينفعش تسقط مثلا فيديو وتيجي تكمل مثلا الفيديو اللي بعده. ليه؟ لان كل فيديو مترتب على اللي قبله. كل فيديو موضوع منفصل، ولكن احنا ماشيين في السلسلة دي بتسلسل بحيث ان الامور كلها تبقى بتكمل بعضها. يعني انت ما ينفعش ان انت تيجي ما حضرتش الفيديوهات ولا فاهم الاجهزه ولا الحاجات دي كلها وتيجي تعمل ان انت تعمل ديزاين لمشروع. فلازم ان انت تكون متابع السلسله دي من الاول عشان تستفيد منها اقصى استفاده طبعا. يعني الفيديو رقم 15 زي ما قلت لك احنا كنا بنتكلم فيه على موضوع شقه سكنيه صغيره. ابتديت بس اوريك ازاي انت بتقرا الدرونجز، تفهم ايه من الدرونجز، ازاي بتبدا تكون الاكسل شيت بتاعك عشان تحدد فيه اعداد الدوائر بتاعتك، تحدد فيه الفانكشنز اللي الكلاينت بتاعك محتاجها، تبدا تخرج بالصوره العامه اللي يعني ايه اللي من خلالها هتبدا تكون مشروعك وتقدم بيه عرض سعر. طيب الفيديو اللي فات ده انا ما رضيتش يعني ان انا اخش في تفاصيل اكتر، حبيت ان انا ابدا اقول لك بشقه سكنيه كده صغيره، وريتك الفورمات العامه اللي انت ممكن تبدا تشتغل عليها. الفيديو بتاع النهارده ده خلينا بقى نخش بتعمق اكتر. طيب احنا معانا مشروع النهارده متقسم لاكتر من حاجه. دي فيلا سكنيه زي ما انا قلت لك. الفيلا السكنيه دي متكونه من جراوند فلور، فيرست فلور، روف، والجارد روم. طيب اول حاجه انت بتبدا تفهمها او تاخدها من العميل بتاعك هي الفايلز بتاعه المشروع. طبعا الفايلز دي كلها بتبدا تكون جايه لك من العميل. اهم فايل فيهم بالكامل هو فايل اللي فيه الدوائر بتاعه الكهرباء، او اللي فيه المفاتيح بتاعه الكهرباء، او اللايتنج لاي اوت. طيب ليه ده اهم واحد دلوقتي؟ زي ما انا اقول لك، اول حاجه انت مثلا الفايل الاتش فاك ده كل المعلومه اللي انت هتاخدها منه نوع التكييف لو هي مذكوره، تمام. التكييف ده هل بقى مثلا هو سبليت ولا هل هو كونسيلد، ولا التوزيع بتاعته فين، اعداد التكييفات. يعني حتى لو الفايل ده مش موجود عندك انت بسهوله تقدر تاخدها من العميل. اي فايل للاتش فاك هنا انت تقدر، مفيش فيه مشكله بالنسبه لك، تقدر تاخده من العميل. طيب فايل الباور لاي اوت ده بيوريك التوزيعات بتاعه الاماكن بتاعه الافياش مثلا موجوده في المنزل موجوده فين وهكذا. ده برضو انت مش هتستفيد منه. اللي انت هتستفيد منه اكتر استفاده هو الفايل بتاع اللايتنج لاي اوت، اللي هو الفايل ده. طبعا اللود سكيدول ده مش هتستفيد منه قوي، يعني بالنسبه لك في الكي ان اكس مش هتبقى مستفيد منه قوي، يعني لان الفايل اللود سكيدول ده بالنسبه لك بيوريك اللوحات، مش هتفرق بالنسبه لك قوي هنا، يعني مش عمرك ما هتتطرق ليها يعني. طيب ليه بقى فايل لايتنج لاي اوت هو اهم واحد بالنسبه لنا؟ اول حاجه بيوريك الدوائر الكهربائيه او اللايتنج اللي موجوده عندك على مستوى المنزل بالكامل، وبيوريك حاجه مهمه جدا، المفاتيح. طيب المفاتيح اللي بتبقى موجوده هنا في المنزل، انت عندك ده معمول على السيستم التراديشنال. بالتالي ادم هو معمول على السيستم التراديشنال، يبقى انت من المفتاح ده ادم هو 2، يبقى انت هتعرف ان انت عندك هنا في دايرتين كهرباء. بقى دي اهميه فايل اللايتنج لاي اوت. ليه؟ لان هو بيبقى متصمم على جزء التراديشنال او الكونفنشنال، فمش متصمم على جزء السمارت. فبالتالي ده لما انت هتيجي تفتح الفايل هيسهل عليك شغل كتير جدا في ان انت تحصر اعداد دوائر الاناره. طيب خلينا احنا كده نمسكها منطقه منطقه، وابدا افتح لك الاكسل شيت بتاعنا اللي احنا كنا مسمينه الديزاين بوك. اوكي خلينا نعمل هنا ايه، انيبل اديتنج. اول حاجه عندك الايه، الفينز لايتنج. طيب اول حاجه خلينا قبل ما نبدا نشرح، احنا هنا بنحط ايه؟ احنا هنا بنحط كل فلور عندنا، والفلور ده متقسم لايه. ليه احنا بنبدا نعمل كده؟ لان انت لما بتيجي تراجع مع العميل مثلا بعد كده ممكن تقول له والله انا الرسومات عندي دي فيها الدايره الكهربائيه اللي بره او الاناره اللي بره هي دايره واحده. فهل هي حضرتك دايره واحده، ولا حضرتك مثلا ممكن تبقى عايز تضيف دايره للمستقبل ممكن حضرتك تضيفها، او مثلا حضرتك عايز لا خلاص دي هنشيلها من عندنا من الاكسل، او هنشيلها من عندنا من المشروع. الفكره كلها ان ده بيسهل لك التعامل والتعديل بعد كده في المستقبل، وبيتفادى معاك بقى قصه ان انت يبقى ايه حاسب الحاجه غلط وهكذا، اللي انت عندك في الاخر بيطلع لك المجموع بتاع كل حاجه انت حاسبها هنا. طيب اول حاجه عندنا احنا بنيجي نقسمها جراوند وفيرست
وبنيجي نقسمها مثلا روف. طبعا الجارد روم دي جوه غرفه الحارس، فعمرنا يعني 95% مش هتبقى موجوده معاك يعني، الا لو الكلاينت مثلا ايه طلبها. طيب تيجي هنعمل هنا اللوكيشن، تقسم كده الفراغات بتاعه كل فلور بالنسبه لك. كل حاجه موجوده عندك في الفلور هنا، كل فراغ مثلا ما يتقسم عندك في الرسمه اللي هنا، بتيجي انت لو هي مش محطوط عليها الاسماء بتحاول تاخدها من الكلاينت، لو محطوط عليها الاسماء خلاص بتاخدها انت ايه تسقطها في الاماكن بتاعتها اللي هو اللوكيشن بتاعها مثلا في كل فلور. بعد كده بتيجي هنا تحط مثلا عندك اون اوف، كام دايره اون اوف في كل مكان، كام دايره ديمنج لو في. طبعا ممكن ما تبقاش مقترحه، ممكن ما تبقاش ظاهره عندك هنا، بس برضو في حاجات بتبقى بديهيات كده. كم مثلا عندك شطر او كيرتنز، هل مثلا الشطر والكيرتنز ده احنا بنتعامل مع الشطر والكيرتن على اساس ان هو اي حاجه فيها موتور بيتعامل معاها على اساس ان هي دايرتين. طب هل هي شطر بس، ولا هل هي شطر وكيرتن بس، ولا الكيرتن متقسم شيفون وبلاك اوت؟ وهل مثلا يعني احنا مثلا هنا بنتكلم على 3 دوائر، فمثلا لما تيجي تتكلم هنا يبقى انت بتتكلم مثلا هنا مثلا على سبيل المثال الفاميلي هول، يبقى دي 3 مواتير مش 3 دوائر. يعني انت تيجي الرقم ده في الاخر هنا خالص بيتضرب في 2، فدي هنا حاجه بالنسبه لك دي 3 مواتير. طيب خلينا نمسكهم برضو واحده واحده، انا كده لسه برضو بفتح معاك كلام. التكييفات لو مثلا هي متحدده اماكنها فين من الرسومات، الحساسات او السنسورز اللي بتبقى موجوده على السلالم، السيلينج سنسورز، تاتش سكرين سواء 4 انش او مثلا 7 انش او 10 انش، الكيبلز اللي ممكن تبقى موجوده من عندك. في حاجات تانية ممكن تضيفها، ممكن مثلا تضيف هنا الكاميرات الداخليه، ممكن لو انت مثلا عندك حد حاطط كاميرات داخليه ممكن تضيف الاندور يونت بتاعه الانتركم، ممكن تضيف او الدور يونت بتاعه الانتركم. ممكن يكون مثلا عندك في حد عامل مثلا حاجات سكيورتي تمام، وجايب سيستم مثلا يعني سيستم انتجريتد مع مثلا حاجات الكينكس، فتيجي تحطها هنا ليه؟ لان مثلا الحاجات دي هتحتاج باينري انبوتس فتيجي تحطها. يبقى مثلا عندك هنا برضو في يعني مثلا هنا احنا مثلا نتكلم ايه على الاندور سي اس تي في مثلا، تيجي مثلا انت بتتكلم برضو هنا على مثلا الان دور يونت الانتركم، وهكذا بقى. ممكن تبقى يعني بالنسبه لك في حاجات تبدا كل شويه تظهر معاك وانت شغال في المشروع، او على حسب بقى طبيعه البرودكتس اللي انتوا بتبقوا شغالين بيها كشركه، او طبيعه مثلا الايتمز اللي انتوا بتبقوا شغالين بيها كشركه، حاجات بتعمل لها انتجريشن فبتدخلها معاك هنا، عشان طبعا ده بيسمع مثلا عندك في عدد الدوائر مثلا حاجات زي مثلا الووتر ليكج سنسور، الجاس سنسور. فالحاجات دي ممكن ما تلاقيهاش مباشره موجوده إن من براند معين في الكي ان اكس سنسور ليها، ولكن لا في براندات من غير ذكر اسماء يعني، عشان يعني من غير ما نتطرق في اسماء، ممكن حد لو سالنا عليها اقول له مثلا في براندات بيبقى عندها الووتر ليكج سنسور والجاس سنسور. في برضو براندات تانية بيبقى عندها حاجات ليها علاقه بالسكيورتي بتبقى انتجريتد اصلا اوريدي مع الكي ان اكس، مثلا برضو زي الانتركم او الدور يونت والاندور يونت انتجريتد مع السيرفر بتاع براند ما. فممكن تيجي تضيف هنا عندك في اللي هو المحور الافقي ده كل ما لذ وطاب، ده طبعا على حسب الشركه بتاعتك انت شغاله ببراندات ايه. طيب اول حاجه خلينا برضو نيجي مثلا نيجي نمسك مثلا هنا الفينز لايتنج ده. احنا هنا شغالين على الجراوند فلور. طيب الفينز لايتنج ده لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي ان الدايره بادئه من اول هنا وماشيه كلها دايره واحده على الانارات الخارجيه بتاعت سور المنزل لحد ما تبقى برضو راجعه لحد الاخر هنا. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الدايره دي ممكن تبقى كلها دي اناره السور. اناره السور بديهيا هتبقى بتنور باناره واحده. طب احنا هنا ما عندناش مفتاح كهرباء بتاعها، فعشان كده انت ادام انت ما عندكش مفتاح كهرباء بتاعها وهي كلها متصله دايره واحده، خلاص يبقى انت هنا تحطها دايره واحده وتسيبها. طبعا هي مش هيبقى فيها ديمينج ولا في شاترز ولا في الكلام ده كله. طب ملهاش كبدات؟ لا ملهاش كبدات. هقول لك ليه بقى. لان الانارات بتاعت الاسوار والحاجات دي كلها بتتربط مع الشاشه الرئيسيه اللي بتبقى موجوده في المنزل، والشاشه الرئيسيه دي بيكون فيها سيرفر، فدي بتشتغل بتوقيتات معينه بتايمرز معينه، وممكن تشغلها من خلال الشاشه. فطبعا بديهيا ان انت مش هتيجي تحط لها اي كيباد عندك يعني انت هتبقى رابطها في الشاشه الاساسيه اللي موجوده في المنزل. طيب تاني حاجه موجوده عندنا ايه؟
احنا عندنا هنا الاكسلايه اللي هو ايه الفرونت دور. الفرونت دور عندنا هنا لو جينا بصينا هنلاقي فيه دايره كهرباء. طيب بس دايره الكهرباء دي جايه لنا حاجه، جايه لنا هي متصله بمفتاح ثنائي. معنى ان هي مفتاح ثنائي يبقى فيه دايرتين كهرباء عندنا هنا، يبقى نيجي ان احنا نحطهم دايرتين كهرباء عندنا هنا. عشان كده اوعى تخلط ما بين ان المفتاح طالع تمام، ويعني لان ده بيبقى مسار، يعني ده بيبقى مسار الدايره، فانت اوعى تخلط ما بين ان هنا مثلا المفتاح ده ثنائي وهم رايحين كمسار واحد كدايره واحده، لان دي كده كده ده الريتيرن اللي انت بتبقى موجود. طب ليه احنا بنحسبها على المفاتيح افضل حاجه؟ لان انت كل اللي انت بتيجي تعمله ايه؟ ان انت بتيجي تاخد الراجع بتاع دايره الكهرباء اللي موجوده عندك بتوصلها في السويتش اكتويتر. طيب في السيستم التراديشنال لما بتيجي انت تجيب مفتاح، بتجيب مثلا حاطط هنا مفتاح ثنائي، فانت بتجيب خطين راجع او اتنين رواجع من رواجع الكهرباء بتوصلهم على المفتاح، وكل يعني مفتاح فيهم او كل فرده او كل جنج في المفتاح بتوصل عليه دايره. ده طبعا وبديهيا كده، بس انت ممكن يبقوا الاثنين ماشيين في مسار واحد، فانت اوعى تخلط ما بين ان هم كلهم جايين كده كانهم واصلين كمسار واحد، وان انت في التراديشنال كان عندك هنا مفتاحين، فانت بتبدا تشتغل افضل حاجه بالنسبه لك هنا على مفتاحين. طب لو دي مش موجوده عندك في الرسمه، بتبدا بقى تسال تشوف الكلاينت، لو مش موجوده عنده بتبدا ان انت تستيميت طبقا بقى لللوجيك كده، ان مثلا والله ده فرونت مثلا دور، فخلاص الفرونت دور ده هيبقى فيه دايرتين، دي مثلا الهول ده مثلا دي مساحتها كبيره جدا، فاكيد طبعا مش هتبقى دايرتين، ممكن تبقى مينيمم 4 أو 5 دوائر. فتبدا شويه حاجات كده باللوجيك هنتطرق برضو ليها عندنا مثلا هنا، وهتبدا تفهمها معانا ايه واحده واحده. طيب تعالى نتكلم على الفاميلي هول. تعالى نرجع بقى للفاميلي هول. هنا احنا الفاميلي هول هنا عندنا احنا قايلين فيها ايه؟ قايلين فيها 3 اون اوف و3 شاترز، وقايلين عندنا فيها شاشه 10 انش. طيب تعالى نرجع هنا، ادي دي الفاميلي هول. الفاميلي هول اللي موجوده قدامنا دي كبيره جدا ومتقسمه، وكلهم يعتبر كلهم ايه متوصلين مع بعض، بس احنا زي ما اتفقنا ان احنا مش هناخدها على التوصيله هنا، لان انت هنا بص، انت عندك ده هنا دي متوصله كدايره تبع اني سيركت بريكر، فانت اوعى تخلط مثلا ان هي هنا مثلا متوصله كدايره تبع سيركت بريكر اللي هو الفايل بتاع اللود سكادول اللي موجود عندنا هنا ده تمام. اوعى تخلط ما بين ده وما بين ده، دي كده كده ممكن تبقى الصاله كلها متوصله كسيركت واحده للسيركت بريكر على سيركت بريكر واحد، انما هي اصلا السيركت بريكر خارج منه مثلا كابل، والكابل ده متفرع للثلاث مفاتيح متوصلين هنا، فانت اوعى تخلط ما بين المسمى بتاع الدايره وما بين اعداد المفاتيح اللي موجوده للدايره او الرواجع بتاعه الكهرباء. انا على قد ما بقدر بحاول ان ابسطها لك. طب هم هنا موجودين عندنا 3 تمام، يبقى احنا كده حاطين عندنا 3 دوائر. طيب عندنا هنا في شطرات، لو جينا برضو بصينا او شطرات او كرتن، او زي ما احنا هنتكلم بقى، احنا هنا بنتكلم على موتور، ادي في هنا 1 وفي هنا 2، في حاجه تانية برضو موجوده عندنا في هنا 3، يبقى احنا كده بنتكلم على 3. طيب ادي ال3 وموجودين عندنا هم. خلي بالك زي ما قلت لك احنا بنتعامل هنا على 3 مواتير مش 3 دوائر، يعني المفروض الرقم ده 6 13 اجمالي، يعني المكان كله 13، يبقى دول 26 دايره، وده انا برضو عملت له كونسيدريشن وانا شغال مطلع البي كيو. وهنا طبيعي بديهيا هيبقى عندنا شاشه كبيره، الشاشه دي اللي بيبقى فيها السيرفر، الشاشه دي بتبقى 10 انش، الشاشه دي بتبقى متحكمه في المنزل بالكامل، وهي اللي بتديك الاكسس على موضوع الموبايل ابلكيشن، او تربط لك على موضوع الموبايل ابلكيشن او الجوال كده. الفاميلي هول تويلت، تعال نبص على الفاميلي هول تويلت. هنا احنا عندنا هنا حاطين 3 دوائر اون اوف تمام، وحاطين كبادة وجنج. طيب فين الفاميلي هول تويلت؟ عشان بس كنت مجهز الفايل ده من فترة وبعد كده يعني انشغلت شوية، اللي هو قدامنا ده. طيب هنا برضو زي ما قلت لك هنا في 3 دوائر. 3 دوائر هتبقى ايه؟ 3 دوائر عندنا من ضمنهم الاكزوست فان، السبوت، وفي اناره برضو تبقى موجوده هنا فوق المرايه، يبقى دول ال3 دوائر اللي موجودين عندنا. طيب ليه احنا حاطين كيباد؟ يعني احنا هنا مثلا لو جينا بصينا احنا ليه حاطين كيباد مش حاطين مثلا شاشه؟ اولا احنا عندنا الكيباد دي احنا حاطينها تو جانج دي يعني 4 بوتون. 4 بوتون يعني واحده ممكن تبقى للسبوت، واحده للميرور لايت، واحده للاكزوست فان، وواحده ماستر اون اوف. دي ما فيش فيها مشكله، بدل ما لان المكان ده مش هينفع ان احنا نحط فيه شاشات، تبقى اوفر كوست وملهاش لازمه، وفي نفس الوقت برضو لازم ان انت تحط كيباد. ممكن تحط سنسور، بس وجود السنسور هنا لا يغني عن وجود الكيباد. يعني انت ممكن تيجي تحط مثلا عندك هنا تيجي تحط سيلينج سنسور، بس السيلينج سنسور مش هينورهم كلهم مع بعض ومش هيفصلهم كلهم مع بعض، لان ده مش اصح حاجه. السيلينج سنسور لو هيبقى موجود عندنا هينور الاناره الاساسيه يعني، او هينور او هيشغل الاكزوست فان،
واحده من او هيشغل الاثنين مع بعض، انما مش هيجي يشغل الميرور لايت، ما هي مش لوجيك. انت ممكن تبقى داخل مش شرط ان انت تقف قدام الميرور، وهتقف قدام الميرور كده او هتقف قدام المرايه لغرض ما، انت هتقف قدام المرايه عشان خلاص انت عايز يعني بتظبط حاجه في شعرك، بتبص على حاجه في المرايه هكذا، عندك ضيف مثلا وخارج ولا حاجه فبيقف قدام المرايه، انما مش شرط ان يجي عندي السنسور يقوم مشغل المرايه، يعني ده طبعا مش لوجيك يعني. طيب بعد كده عندنا ايه؟ الليديز مجلس، اللي هو مجلس النساء او الصاله النسائيه. طبعا دي بتبقى حاجات ليها علاقه بدول الخليج اكتر، اللي هو هنا ده ليديز مجلس، بيبقى فاصلين بقى طبعا مجلس النساء غير مجلس الرجال وهكذا، يعني كنوع من انواع العادات والتقاليد يعني هم محتفظين بيها، بيبقى كل واحد فيهم ليه مجلس يعني او ليه صالون او زي ريسبشن يعني. طيب احنا عندنا هنا برضو زي ما اتفقنا، احنا عندنا هنا لو جيت بصيت هتلاقيهم كلهم متصلين مع بعض، كلهم برضو متصلين على سيركت بريكر واحد. طيب تعالى بقى نيجي نبص هنا لا انا عندي هنا في 3 سويتش. طيب عندي هنا في يعني كل ده بالنسبه لنا كده هنا ازاز، فممكن تتعامل على اساس ان دي 1 2 3 4، وممكن لا مش شرط ان انت تتعامل ان انت تفصل كل واحده من دول على اساس ان هي يعني موتور لوحده، والموتور بقى يبقى مثلا شطر وشيفون وبلاك اوت، لا مش شرط خالص يعني. لا هي دي بقى بترجع لحسب العميل بالنسبه لك. فالعميل اللي هنا مثلا انت هتقترح معاه هيبقى موجود عندك ايه؟ هنا انت عندك في 4 اون اوف، وده طبعا ادام برضو مجلس ولا حاجه كده او يعني مكان هيبقى فيه اجتماعات اللي هو زي ما بنقول كده زيارات وهكذا، فطبعا ممكن يكون في الديمنج هتبقى موجوده طبعا اكيد على جزء يعني الشاندلير، او ممكن تبقى برضو واحده على الشاندلير وواحده على السبوتس. فطبعا لو موجوده عندي على السبوتس يبقى السبوتس عندي بالنسبه لي مش هتبقى بالنسبه لي انا يعني كلها ديمنج هي والشاندلير مع بعض، لا مش هيبقى منطقي يعني. تمام. طيب وعندنا برضو ايه؟ عندنا هنا في شاترز وكيرتن. شاترز وكيرتنز زي ما قلت لك بترجع لاختيارات العميل. يبقى انا عندي هنا موتورين، ممكن يكون الجزء ده متقسم على موتور والجزء ده متقسم على موتور، دي طبعا زي ما قلت لك لازم بتاكد فيها مع احتياجات العميل عندك. وبرضه عندنا هنا احنا حاطين هنا شاشه. طب ليه احنا مش حاطين كيباد؟ لان احنا الشاشه هنا احنا بنتكلم في كام حاجه، احنا بنتكلم في 4 ونوف، واحده ديمينج و2 شاتر وكيرتنز، يعني انت بتتكلم هنا في 4 دوائر يعني انت بتتكلم هنا في 9 دوائر. 9 دوائر لو انت جيت تحط كيباد فانت على الاقل محتاج ان انت تحط كيباد مثلا، لو هتحط كيباد 4 فانت هيقابلك مشكله ايه؟ ان انت اول حاجه دي 8 بوش بوتون، فمش لطيف جدا ان انت تيجي تحط 2 كيبادتين جنب بعض الا لو العميل عايز، والا لو فرق الكوست بتاعتهم عن الشاشه اكبر. لا الحل الافضل والمنطقي والاشيك ان انت تحط الشاشه دي تقدر تقسمها بقى اللايتنج، وتقدر تقسمها الشاترز، وتربط برضو كمان عليها الاي سي، لان الاي سي برضو هيكون موجود معاك. فافضل حاجه ان انت تبقى حاطط الشاشات في الاماكن اللي يبقى فيها اعداد دوائر كبير، لان منطقيا مش هيكون موجود عندك يعني كيبادات كتير في مكان انت قاعد فيه، يعني استخدامه مش هيبقى لطيف يعني، فاهم؟ طيب بعد كده تعالى نبص على اللي بعده، الليديز مجلس 2 والتويليتس والوش اريا، اللي هم المكانين دول احنا عندنا هنا ادي ده 3 او ادي ده 3، يبقى خلاص زي ما احنا اتفقنا يبقى هنيجي نحط هنا عندنا 6، وهنحط هنا لو في مثلا السيلينج سنسور قلنا ان هو ممكن هيشغل لنا في الاماكن اللي هي بتاعت الوش اريا او المغاسل او الحاجات دي كلها بيبقى فيها سنسور بينور الاناره الاساسيه، وممكن ينور برضه بالنسبه لك ايه الميرو لايتس، لان دي حد لو هو هيبقى داخل خلاص هو هيبقى يخش هنا عشان هيغسل ايديه ومش عارف ايه الحاجات دي كلها، فبرضه ممكن ايه مقترح ان انت تحط السنسور، طبعا بتناقش فيها. طبعا هنا حاطين كبدايه 3 جانج. طب 3 جانج ليه؟ يعني 6 بوش بوتونز، بدل ما انت تحط هنا عندك مفتاح ثلاثي ومفتاح ثلاثي، لا خلاص انت حاطط ايه كبدايه 3 جانج، وصدق الله العظيم مش محتاجين اكتر من كده. بعد كده في مجلس واحد، تعالى بقى مثلا نروح نبص على مجلس واحد، ادي في مجلس تاني هنا اهو. المجلس اللي موجود هنا مساحته برضو كبيره، طبعا زي ما اتفقنا لو احنا ما عندناش هنا اعداد الدوائر بتاعه المكان ده يبقى احنا ايه برضو هنبدا نفرضها. طيب احنا عندنا هنا دي كده ده دي 6. طيب وعندنا الناحيه التانيه لو جينا بصينا هنا هنلاقي 6، معنى كده ان في 6 هنا وفي 6 هنا؟ لا، في حاجه اسمها بيبقى مفتاح دريكسيون، او اللي هو المفتاح مثلا اللي هو بيبقى مثلا 1 جانج 2 واي. يعني ايه 2 واي؟ يعني 2 واي يعني اقدر افصله
من مكانين، يعني مفتاح احادي بس اقدر افصله مثلا من مكانين. فطبعا الست مفاتيح اللي موجودين هنا متوصلين برده مع الست مفاتيح اللي موجودين الناحيه الثانيه، بحيث ان هو يشغل من هنا او يشغل من هنا او يطفي ايا كان يعني ايه العكس. فطبعا خلاص انت هنا زي ما احنا اتفقنا كده، انت عندك هنا نجفتين، تمام. يبقى انت هنا عندك ايه برضو، ممكن يكون في 2 ديمنج، وعندك برضو في كده 5 اون اوف. طبعا ليه احنا مش حاطين 6؟ ممكن تيجي تحط 6 بس انت خلاص انت عندك 2 ديمنج متوصلين، فانت شلت واحد من اللي هو هنا وخلاص اصبح فاضل لك 5، فحطيت 5 اون اوف. ممكن تسيبهم 6 زي ما هم احتياطيا ومش هتخسر معاك حاجه نهائيا، لان انت كده كده بتاخد الفايلز دي وبتبدا تعمل لها ريفيجن برضو مع الكلاينت بتاعك، وتبدا تشوف والله خلاص هي 6 او 5. طيب والشاترز والكيرتن طبعا احنا عندنا هنا دي في 1 وادي في 2 وادي في 3. طب دول مش حاطين عليهم ليه؟ دول صغيرين جدا، يعني اماكن صغيره جدا، ممكن يكون فتحه شباك صغيره جدا، فمش هتستاهل ان انا احط عليها شاتر او موتور. وطبعا انا باكد معاك ان شاتر والموتور والحاجات دي كلها انت بتحسب اعداد المواتير، مش بتحسب يعني مش بتحسبهم يعني بتحسب اعداد المواتير وتضربها في 2 في النهايه. طيب عندنا المجلس الثاني، في برضو حاجه نسيت اقول لك عليها هنا، احنا هنا حاطين شاشه. طيب ليه احنا هنا حاطين شاشه او شاشتين؟ لان زي ما في مفتاح ديركسيون هنا وشاشه، خلاص ممكن طبعا وبديهيا ممكن يكون في شاشه ثانيه يعني موجوده الناحيه الثانيه. ليه؟ لان هو اصلا في الاساس كان عايز اسس لها على اساس ان المكان ده مساحته كبيره، يعني المكان ده ما شاء الله مساحته كبيره جدا. بديهيا كده انت باصص مثلا هو مش اقل من 6 متر او مش اقل من 8 متر، ف 8 متر طبعا مش هيجي رايح بقى مثلا عايز ينور حاجه عايز يفصل حاجه هيجي ويروح وهكذا، لا بديهيا فانت خلاص حاطط شاشه هنا وحاطط شاشه الناحيه الثانيه. طيب وبرده الشاشه دي عشان تربط برده فيها التكييفات. بعد كده عندنا المكان اللي وراه المجلس رقم 2. المجلس رقم 2 ده انا كنت حاطه فين المجلس هنا اهو. المجلس برضه رقم 2 هنا عندنا فيه 3. خلي بالك ان المفاتيح اللي هنا دي بتاعه الجزء اللي جوه، دي ما لناش علاقه بيها دلوقتي. فدي كده دلوقتي فيها 3، واحنا عندنا هنا في 3 وعندنا برضه هنا في شطر، ادي في هنا 1 شطر ممكن طبعا يتضاف او يتساب، يعني هو موتور احنا كده بنتعامل على موتور واحد. وهنا المفروض ان احنا احنا هنا كده المفروض ان احنا بيبقى فيها بقى مثلا كيباد او هيبقى فيها شاشة. دي طبعا انا نسيت احطها خطأ مني يعني. فدي برضو طبعا مثلا تيجي تحطها لو كده تحطها مثلا ممكن تبقى حاططها شاشة هنا. طبعا بقية الحاجات الاساسية يعني انا خلاص معاك الجراوند فلور، وانت هتعيش بقى في ايه في الباقي عشان وقت الفيديو ما يطولش معاك. طيب عندك برضو ايه المجلس 2 مع الدريسنج. المجلس 2 مع الدريسنج اللي هو المكان ده اللي احنا كنا واقفين فيه. طب دي جزء دريسنج ومعاها ايه التويلتس بتاعتها. طيب التويلتس احنا هنا حاطين ايه؟ حاطين عندنا ان احنا عندنا هنا في سيلينج سنسور. ليه سيلينج سنسور؟ لان الدريسنج ده طبعا بديهيا هتخش تغير او هتخش مثلا تغير ملابسك او حاجه، فهتخش طبعا تلقائي ممكن بديهيا هتخش يعني تلقائي ينور الاناره تخرج يفصل على طول. دي يعني ده بيبقى الريكومندد اللي انت بتستخدمه في اماكن الدريسنج. طيب عندنا ايه تاني هنا فيها؟ عندنا هنا احنا المفروض ان احنا نكون هنا حاطين في المفروض ان احنا هنا عندنا 4. المفروض ان احنا نيجي هنا نحط 4 تمام، ويجي هنا كل ده طبعا بيسمى عندنا هنا في الاخر خالص. طيب عندنا هنا برضو في سيلينج سنسور طبعا ايه كيباد، هيبقى برضو ممكن يبقى في كيباد 2 جانك، يبقى انت هنا عندك 4 والكيباد ايه 2 جانك تخدم على المكانين دول برضو مع بعض. عندك برضو بعد كده الدايننج احنا حاطين 3 اون اوف، وعندك واحده برضو شطر، وعندك كيبات 3 جانج. طيب فين الدايننج؟ الدايننج اللي موجود عندنا هنا اهي. طيب برضو عندنا هنا في الدايننج لو جيت بصيت هنا هتلاقي عندك برضو في 3 نقط اناره، وعندك برضو هنا في ايه شباك، فبرضو انت تيجي تتعامل معاه على اساس ان هو برضو ايه واحد. طبعا برضو هتشوف هنا برضو الكيباد. طبعا لو انت عندك برضو تكييف في المكان ده او هكذا وانت عايز تحط كيباد، لازم تراعي ان الكيباد ممكن تبقى الكيباد والسيرموستات. ليه؟ لان انت لو حطيت كيباد هنا عاديه والمكان فيه تكييف وانت يعني مش عامل كنترول على موضوع التكييف ده، يبقى انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما انت خلاص انت الشاشه مش موجوده يبقى تحط، يا اما تحط كيباد يعني كيباد والسيرموستات، او ان انت تتحكم فيها دايركت من خلال الموبايل ابلكيشن. طبعا دايركت من خلال الموبايل ابلكيشن مش هتبقى افضل حاجه. طيب لو انت مش عايز مثلا تحط تتحكم من خلال الموبايل ابلكيشن وعايز تحط كيباد والسيرموستات، هل عندك طريقه تانية انت ممكن تقدر تتحكم فيها؟ كده كده ممكن تتحكم فيها من خلال الشاشه الرئيسيه اللي احنا قلنا عليها تبقى موجوده برضو عندنا هنا في المنزل. الشاشه الرئيسيه اللي احنا قلنا عليها في الهول، طبعا الشاشه دي هيكون فيها كل مثلا هتبقى متقسمه الجراوند والفيرست والروف،
وهيكون موجود عندك في الجراوند مثلا مقسمها اللايتنج او مقسمها كل مكان. يعني ممكن تبقى جاي مثلا مقسمها الفاميلي هول، الفرونت دور، مش عارف او الدور لايتس، مش عارف مقسمها الحاجات دي كلها. او ممكن تيجي تقسمها ايه اللايتنج، ومقسمها مثلا بيدج تانية الاي سي، ومقسمها مثلا بيدج تالتة مثلا الانتركام سوري، وبقسمها برضو البيدج الرابعه مثلا ايه كاميرات المراقبه، بحيث ان انت تبقى اسهل لك بقى، يعني على حسب الاسهل لك في التعامل. بس الافضل ان انت تبقى حاططها كمتقسمه زونات، بحيث ان هي برضو يبقى ابسط فيها. يبقى انت عندك هنا التكييف هتحكم فيه من 3 حاجات، يا اما من موبايل ابلكيشن، تمام، وفي الحاله دي انت ما عندكش شاشه موجوده في المكان اللي هنا. طيب لو عندك شاشه خلاص اتحكم من الشاشه، لو مش عندك شاشه يبقى من الموبايل ابلكيشن. لو مش عايز شاشه وهتحط كيباد، يبقى تحط كيباد والثرموستات. وطبعا لازم تشوف نوع التكييف اللي انت تتحكم برضو فيه ايه، لان طبعا نوع التكييف بيختلف معانا، وهنتكلم برضو فيها لاحقا ان شاء الله. يا اما تتحكم فيها من خلال الشاشه المركزيه اللي تبقى موجوده عندك في المنزل. طيب بعد كده نروح على الدايننج تويلت والوش اريا بتاعته، اللي هو المكانين دول برضو زي ما احنا قلنا كده، برضو ايه فيهم 6. هنيجي بقى احنا هنا نحط هنا، وعندنا هنا برضو في سيلينج سنسور، عندنا برضو هنا في كيباد، وعندنا ايه في 6 دوائر اناره. تعالى مثلا بقى نبص على الكيتشن. طبعا انا كده كده هرفع لك الفايلات دي كلها بحيث ان انت تلاقيها تحت الفيديو. ادي الكيتشن عندنا هنا اهو. طبعا عندنا هنا برضو في اكزوست فان، ودي برضو لازم تخلي بالك منها. وعندنا في مفتاح ثلاثي. يبقى انا عندنا هنا في الكيتشن 3 دوائر اناره، وبرضو عندنا هنا في شطر. طبعا المطبخ ما بيتحطش فيه كيرتن، يعني المطبخ ما تحطش فيه كيرتن لان ده ممكن يولع. فانت طبعا استحاله تحط كيرتن في المطبخ ده، تحط شاترز بس يعني. تمام. وعندك برضو هنا في كيباد. المطبخ يريكومند ان انت تحط فيه كيباد، وريكومند ان انت تحط فيه الشاشه بتاعه الانتركم الداخليه لو انت السيستم بتاعك مش انتجريتد مباشره مع الكي ان اكس. يعني في سيستمز بتبقى ان انت بتحتاج ان انت تيجي تربطها مع الكي ان اكس، لازم على الاقل مينيمم ريكوايرد ان انت تحط شاشه بتاعه الانتركم واحده، اي ومعاها ايا كان عدد الاوت دور يونت. لا انت بيبقى ده السيستمز اللي هي بتحتاج انتجريشن، يبقى لازم يبقى في شاشه للانتركم واحده عندك بتخدم على اكتر من اوت دور يونت يعني. فطبعا شاشه الانتركم ساعتها على الاغلب في الاماكن ده بتتحط فين؟ بتتحط في المطبخ يعني. تمام. طبعا انت عندك هنا ده المطبخ، زي ما قلت لك عندك هنا الستور برضو. انت هنا ممكن عندك هي دايره واحده اون اوف، وسيلينج سنسور وكيباد. خلاص انت كده كده اصلا مش هتحتاج في يعني في الستور ده حاجه اكتر من كده. يعني هما دايرتين هنا وكيباد 1 جنج وخلاص، صدق الله العظيم على كده. او ممكن كمان تحطها اصلا كونفنشنال سنسور. يعني انت هنا مثلا سيلينج سنسور، ممكن تيجي مثلا حاجه تانية جنبيها تقوم عامل ايه كونفنشنال سنسور بقى بالنسبه لك. برضو اللاندري اللي هي الاماكن بقى بتاعت الغسيل والحاجات دي كلها راحت فين عشان مش اللي هي هنا. تمام. فانت خلاص دي برضو دايرتين. خلاص يبقى انت عندك هنا دايرتين، وعندك برضو في هنا برضو شطر. ده شباك صغير ممكن ما يخشش برضو معاك. طب الشطر يعني في اوقات كتير الناس بتفضل الشطرات ليه مثلا في المشاريع بتاعتهم بصفه عامه، لان الشطرات انت ممكن خلاص لو لا قدر الله في حاله هبوب تراب عواصف الحاجات دي كلها، الشطرات تلقائيا انت مثلا ممكن تقوم تفاصلها او قافلها كلها بالكامل يعني. فطبعا الشطر والكيرتنز والحاجات دي كلها ترجع لرغبه العميل. وطبعا عندك هنا برضو كيباد 1 جنج، مش هتحتاج اكتر من 1 جنج. عندك هنا البنتري ده ثواني اوريهولك. برضو انت هنا عندك في دايرتين، فخلاص انت مش محتاج هنا اكتر من دايرتين. وبرضو سيلينج سنسور، وممكن تشيل السيلينج سنسور وما تحتاجوش. عندك في بيدروم، برضو البيدروم اللي موجودة عندك هنا بيدروم دي هنا في 2، وهنا برضو بقى في برضو شباك، قصدي هنا سوري هنا في 3 وفي شباك. يبقى انت خلاص انت عندك في 3. طبعا بقى ممكن يكونش موجود، ممكن يكون موجود عندك ديمنج، وممكن يبقى مش موجود فمش شرط. عندك بعد كده الكيبادز. الكيبادز احنا هنا حاطين كيباد 3 جنج يعني. وانت بتختار الكيبادز لازم تراعي انت بتختار الكيبادز يعني فاهم لسهوله الاستخدام. يعني مثلا ما يبقاش مثلا عندي هنا مثلا هنا في عندي مثلا موتور واروح اجيب مثلا كيباد 2 جنج. طب ما انا كيباد 2 جنج يبقى انا عندي هنا 3 دوائر وفي زرار واحد بس باقي او بوتون واحد بس باقي. البوتون واحد ده يبقى انا اجباري على اللي بيجي يبرمج ان هو يعمله على نفس البوتون، ينزل الشطر بالكامل او يقفل الكيرتن بالكامل او يقفل الموتور بالكامل، ويرجع يدوس عليه تاني عشان يبدا ايه يعمل بقى يفتح مثلا بقى بالكامل او يفتحه جزئيا او هكذا يعني. يعني مش هتنفع ان انت تمشيها ستيبس. ليه؟ لان انت عندك
يعني المفروض ان لو اتنين بوتون عندك، واحد بيفتح والتاني بيقفل، او واحد بينزل والتاني بيرفع. انما لما تحطهم كلهم على بوتوم واحد، طبعا دي بتبقى مشكله كبيره جدا ورخمه جدا في الاستخدام بعد كده يعني. فهو انت بتختار الكيبادز لازم يبقى عندك لوجيك في الاختيار طبعا. ده برضو الدريسنج والتويلت زي ما اتفقنا. موضوع برضو الدريسنج والتويلت، يبقى انت عندك برضو في هنا سنسور، وتشوف اعداد المفاتيح، اعداد سوري دوائر اناره، وتيجي تحط عندك برضو ايه الكيباد. تمام. طيب بعد كده عندك الستيرز بيبقى عندك هنا يعني هيبقى ممكن يكون مفتاح واحد، وممكن تكون بقى مربوط دايره واحده سوري، ومش هيبقى عندك فيها كيبادز، وهيبقى عندك فيها ايه وول سنسور. طيب وول سنسور على الدور الارضي، وهيبقى انت برضو عندك وول سنسور على الدور اللي فوق، في الدور الاول، وفي الدور برضو اللي هو التاني او اللي هو الروف. طيب برضو خلينا يعني خلاص انا كده بالنسبه لي هنا وريتك كل اللي انا محتاج اوريه لك في الجزء ده، بس خليني ابص معاك على الماستر بيدروم برضو، لان الماستر بيدروم بقى بيبقى فيها الدلع كله يعني. فالماستر بيدروم عندنا اللي هي بتبقى موجوده عندنا في الدور الاول اللي هي دي. طيب ماستر بيدروم من شكلها كده حاجه ما شاء الله فخمه جدا يعني. فهنا عندك هنا انت في كام دايره اناره. احنا عندنا هنا الماستر بيدروم ادي فيها ايه 4 دوائر اناره بالنسبه لك، وممكن هيبقى في عندك برضو فيها ديمنج. ده طبعا واكيد هيبقى في جزء في الانارات هيبقى فيها ديمنج، لان غرف النوم على الاغلب بيبقى فيها دايره على الاقل ديمنج. وعندك برضو في موتورين طبعا برضو اللفه الكبيره دي وهكذا، والكيرتز والحاجات دي كلها لازم برضو ترجع تستفسر فيها برضو مع العميل عندك. وعندك برضو في شاشه. طبعا الماستر بيدروم لازم تحط فيها شاشه، ما تحطش فيها كيبادز. وعندك الماستر بيدروم والدريسنج لو جينا بقى بصينا هنا، انت عندك هنا ايه ادي ده هنا في 2 وعندك هنا في 3 ادي كده 5. تمام. وعندك برضو التويلتس اللي موجود هنا، يبقى انت هنا عندك هنا في 5 دوائر. طيب 5 دوائر دي طبعا اكيد المكان ده بالكامل مش هيكون متغطي ب5 دوائر. يعني انت ليه انت عندك هنا 1 وادي هنا 2 وادي هنا 3 وعندك هنا اكزوست فان وعندك هنا يبقى كده 4 وعندك هنا 5 وعندك هنا الاثنين دول موجودين دول 6، وغير ان انت عندك هنا اصلا في 2 لوحدهم. فطبعا مش هيبقوا يعني ده طبعا الرسمه اللي معموله دي مش لوجيك. ليه؟ لان هي هنا جايبه ان هي منوره المكان ده كده كله يعني على ثلاث مفاتيح. طبعا ده مش منطقي، لان انت زي ما قلت لك ان انت عندك في هنا مكان كبير، فانت عندك هنا في الدريسنج هيبقى في دايرتين، وعندك هنا ادي في اناره لوحدها، وهنا في اناره لوحدها، وهنا في اناره لوحدها ادي كده 3، وعندك الانارات بتاعه المرايه ادي كده 4، ولو عندك برضو في كوف لايت ادي كده هيبقى 5، وعندك هنا في اكزوست فان ادي كده 6، وعندك في هنا ادي كده 7، وعندك 2 بره، يبقى ادي كده مينيمم انت بتتكلم في 8 دوائر. فطبعا انت عندك هنا 8 دوائر، وفي احيانا بقى كده لزوم الدلع بيحط واحده ديمنج يعني فاهم. بس دي طبعا بقى تشوف بقى هل هيحط ديمنج، غالبا بيحطوا الديمنج فين؟ في اللي هو بقى الاماكن اللي بيبقى فيها البانيو والايه والدش وكده يعني. وعندك هنا برضو هيبقى في كيباد. الكيباد دي برضو هتبقى ايه يعني انت عندك هنا هيبقى في كيباد، لا هيبقى هنا في كيباد 3 جانج. تمام. وهيبقى عندك برضو في كيباد 4 جانج، لان انت طبعا هنا بالنسبه لك سهوله الاستخدام زي ما اتفقنا كده الموضوع هينعكس معاك تمام. طيب انا بالنسبه لي هنا كل اللي انا عايز اقوله لك قلته لك. طيب تعالى بقى نرجع نبص على موضوع البي يو كيو. البي يو كيو انا جيت طلعته هنا. طبعا البي كيو لا افضل ان انا احط يعني بارت نمبر او حاجه او شركه معينه، يعني ما بتبقاش الطف حاجه. طيب انا عندنا هنا اول حاجه ان انت مثلا تيجي تحط الباور سبلاي بتاعك. هل انت مثلا انت بالنسبه لك دلوقتي سيبك من الباور سبلاي وسيبك من اللاين كابلر ده دلوقتي، الحاجات دي بتحط لوجيك كده هفهمك بتحط ازاي. هنا احنا عندنا حاطين مثلا جايبين سويتش اكتويتر مثلا 20 شانل او 24 شانل. هتيجي انت تعمل ايه؟ هتيجي انت هنا تيجي تشوف عندك انت حاطط سوري هو فين راح في البي يو كيو اللي موجود عندك هنا. انت هنا عندك كام دايره؟ طب انت هنا عندك 55 دايره ماشي، وعندك هنا 49 دايره ماشي، وعندك هنا 26 دايره، يبقى انت عندك هنا اجمالي 130 دايره. طيب شوف السويتش اكتويتر اللي موجود عندك. مثلا السويتش اكتويتر اللي موجود عندك مثلا هنا 24 شانل. طيب يبقى انت تقسم ال 130 على 24. خلينا نقسمها كده بالكالكوليتور نشوف هيبقى كام. ادي 130 على 24
ماشي، طلع لك فيها كام؟ طلع لك فيها 5.5، يعني كده انت بتتكلم في 6 اكتويتر. طيب ادي 6 اكتويتر بالنسبه لك وانت لسه ما حسبتش الشطر، يعني انت لسه ما حسبتش الشطر. خلينا بقى نرجع نشوف الشطرات اللي موجوده عندنا هنا كام. الشطرات اللي موجوده عندنا ادي ده هنا 13 وادي هنا 8، كده احنا بنتكلم في المواتير، وادي هنا 5 يعني 26 يعني انت بتتكلم في 52. يعني انت تيجي تروح تجمع بقى ال 130 زائد 52 كده، دي كده عدد الاجمالي الدوائر، اجمالي الاوتبوت شانلز اللي انت محتاجها، وتقسم بقى مثلا على السويتش اكتويترز اللي موجوده عندك، مثلا على سبيل المثال على 24. فانت هنا مينيمم محتاج 8 سويتش اكتويتر، 8 سويتش شاتر اكتويتر بقى. طيب تيجي بقى انت هنا ترجع تبص على البي كيو بتاعتك، شوف اكيد طبعا انت مش هتبقى شغال بسويتش اكتويتر رينج واحد بس، يعني مش هتبقى شغال ب 24، انت ممكن تشغل ب 24، ممكن تبقى شغال ب 22، ممكن تشغل ب 20، ب 16، ب 8، ب 12 وهكذا. فتيجي طبعا تقسمهم على حسب ايه اللي موجود عندك في الاستوكات. طيب الديمنج تعالى برضو خلينا نبص هنا، احنا عندنا كام واحده في الديمنج؟ عندنا هنا 3 وعندنا هنا 10 وعندنا هنا 5، احنا بنتكلم في 18. الديمنج اكتويتر لو انت هتشتغل يونيفرسال ديمر ماكسيمم بيبقى 4 شانل، فانت عندك 4 شانل، واحنا كنا قايلين ان احنا عندنا هنا 18، يبقى خلاص انت هتحط ايه 5 ديفايسز. طيب الكيبادز بقى والحاجات دي كلها خلاص طبعا انت هتاخد اعدادها من هنا هي والشاشات وهكذا، وتبدا ايه ان انت تحطها. طيب التكييفات بص، التكييفات انا هنا حاططها على مستوى الفلور بالكامل، انت بتاخدها ممكن تاخدها من العميل على مستوى الفلور بالكامل. الافضل ان انت تاخدها على حسب المكان بتاعها طبعا. في يعني مثلا في مصر عندنا بيبقى ممكن يكون في اماكن فيها تكييفات، ممكن يكون اماكن ما فيهاش، انما مثلا لو في دول زي الخليج ولا حاجه لا، بيبقى كل مكان ليه وحده تكييف. فطبعا لو كل مكان هيبقى ليه وحده تكييف خلاص يبقى انت بديهيا كده وانت بتختار، لو انت هتحط شاشات يبقى انت حاطط شاشات فيها وحده التكييف بتاعتها، قصدي سوري شاشات بيبقى فيها السنسور بتاعها والحاجات دي كلها، والتمبريتشر سنسور والهيوميديتي سنسور والحاجات دي كلها، عشان بتبدا الشاشات دي بتبدا تشغل لك السيستم. طيب او تقدر هي تاخد تسنس درجه الحراره عشان ايه تقدر تعمل الكلوزنج لوب بتاع او الكلوزنج لوب عشان الفيدباك عشان التكييف يعني. طيب لو انت عندك بقى مثلا هنا هتحط الكيبادات، يبقى تحط الكيبادات والسيرموستات وتشوف الاماكن اللي انت هيبقى فيها الكيبادات. طبعا مثلا عندنا في مصر بيبقى الاغلب بيبقى فيه كتير جدا اي ار، فالاي ار بيبقى ممكن تجيب لها جهاز كده باي ار ايميتر او اس يو جي بتاع اي بي بي، او برضه في جهاز اسمه جلوبال كاش، ده برضه انت ممكن تيجي بتشتريه، يعني بتبدا ان انت تحطه عندك، يعني كده بيبقى عباره عن عدسه كده. فطبعا انت هنا ساعتها عندك في الكنترول بتاع التكييف مش هتبقى موجوده عندك هنا في البي يو كيو، او لو هي هتبقى موجوده عندك هنا يبقى موجوده عندك مثلا ايه، هو جزء حاجه اسمها اي ار، بس هيبقى جزء اي ار. وطبعا الاي ار خلاص انت ساعتها مش هتحتاج كيبادات مع سيرموستات، ولا هتحتاج برضه يعني مش هتحتاج كيبادات والسيرموستات، هتحتاج ممكن الشاشات بالنسبه لك عادي، يعني يبقى في ايه، لان الاي ار ده بيبقى فيه زي جيت واي بيربط ما بين الاي ار، بيربط ما بين الكي ان اكس كبروتوكول والاي ار كسيستم يعني. تمام. طيب فانت لو عندك مثلا في دول الخليج ولا حاجه لا، كل مكان بيبقى ليه تكييف، فانت يفضل ان انت تبقى شايف المكان ده فيه تكييف ولا لا، فتحط يا اما فيه شاشه يا اما تحط فيه كيباد والسيرموستات. طيب فده بالنسبه للنقطه دي. طيب بالنسبه لاول نقطتين انا قلت لك سيبك منهم دلوقتي، موضوع الباور سبلاي واللاين كابلر. انت بتيجي تشوف المساحه بتاعه الدور، والله لو هي مثلا المساحه بتاعه المبنى مش كبيره فخلاص، فانت بالنسبه لك بانل واحده هتجمع كل الادوار عليها وتحطها. بس ده مش اصح حاجه، ليه؟ لان انت لو عندك مثلا حاجه هنا في الروف، هل منطقي ان انت تيجي تنزل بيها لحد الجراوند؟ ما هو ده بالنسبه لك برضو بيهدر وقت وفلوس كتيره جدا، ان انت تنزل بالراجع بتاع الكهرباء من الروف للدور الارضي، فبيبقى افضل حاجه ان يبقى عندك كل دور فيه بانل. طيب هنا ليه انا مش يعني هنا عدد الباور سبلايز بيبقى هو عدد اللوحات. يعني ايه عدد اللوحات؟ يعني الباور سبلاي اللي انت بتيجي تحطه، مثلا لو انت حاطط هنا مثلا 2 باور سبلاي، يبقى انا عندي لوحتين، لوحه في الدور الارضي وروحه في الدور الاول، واللوحه اللي في الدور الاول دي رابطها مع الروف، واخد الرواجه بتاعه الروف او الريتيرن بتاع الروف، وحطه معايا انا بالنسبه لي في اللوحه بتاعه الدور الاول، وخلاص مش محتاج ان انا اعمل لوحه فوق. حبيت ان انا اعمل لوحه فوق تاني خلاص، يبقى انا هاجي اربط هنا 3 واجي احط هنا ايه لاين كابلر، يبقوا 2، واحد يربط الاول الدور الارضي مع الاول، واحد يربط الدور الاول مع الثاني، يبقى كأن انا بقسمهم بالنسبه لي انا في البرمجه، يعني بقسم بالنسبه لي في البرمجه ان انا اعملها اريا واحده بس على 3 خطوط يعني. فده طبعا الاستراتيجي العامه اللي انا بعرفها لك ان انت ازاي بتبدا
ان انت تعمل سيلكشن للمشروع. انا عارف ان ممكن يكون الموضوع بالنسبه لك يعني صعب شويه، غريب شويه، بس الموضوع يعني حاول تسمع الفيديو تاني، حاول تشوف برضو المحاضره اللي فاتت، تفهم الموضوع شويه، هتلاقي ان الموضوع معاك واحده واحده بيبدا يجيب. خاصه ان انا هرفع لك الفايلات دي تحت الفيديو، فانت هتبدا تنزل الاكسلايه وتشوف انا عامل ايه، تبدا تشوف الرسومات، تبدا تحاول تجيب مشروع مشابه على الانترنت، تبدا تحاول ان انت تعمل اسامبشن كده، مثلا الحاجات تبقى مثلا شايف ان الحاجات دي مثلا والله منطقيا، هل مثلا هنا يبقى عندي دايره، طب انا مثلا لو عندي مثلا هنا دوائر، هل هنا شانديلير، هل هنا سبوتس، هل هنا مثلا انارات جداريه او الوول لايتس او الابليكس، هل مثلا هيبقى عندي مثلا الشانديلير دي مثلا هتبقى سيركت واحده ولا تو سيركتس. هتبدا ان انت بقى ايه تعيش مع نفسك يعني. طبعا لو انت احتجت اي حاجه كلمني وان شاء الله يعني ما اتاخرش عليك في الرد. انا عارف ان الفيديو كان طويل شويه، بس يعني انا بحب اشرح المعلومه بحيث ان هي توصل لك من اكتر من زاويه يعني، فعذرا لو كان وقت الفيديو طويل شويه. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش بقى تعمل له لايك وسبسكرايب، وتبعت الفيديو ده للناس المهتميه بيه، وتقول لنا رايك في الكومنتات، ولو انت عندك اي استفسارات تسيبها لنا وهنرد عليك. وما تنساش تتابعنا على اللينكات بتاعتنا اللي موجوده تحت الفيديو، فيسبوك، تليجرام، وانستجرام. اشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.